في مندي جديد افتتح في محاي العسير، وانا طبعا كمحب للمطاعم راح اصور وجبة الفطور. هذا هو المندي من الداخل، جميل جدا. هذه هي جلسات العزاب، ما شاء الله تبارك الله كثيرة. جينا المدخل العوائل ومنشوف من الداخل، ما شاء الله تبارك الله. توقع جلسات كثيرة، 1 2 إلى النهاية هنا 17 جلسة عوائل، ما شاء الله تبارك الله. خلينا نبدأ بالجلسة هذه، شكلها كبيرة ما شاء الله تبارك الله، كبيرة جدا. بعدين كنب جديد، كل شيء جديد، والفرش نظافة هنا شيء ثاني يا جماعة، ديكور جميل ونظافة، شايفين كأنك في فندق. مندي الجوفاء روعة، أشكرهم صراحة. هنا 16 ما شاء الله تبارك الله. هذا هو المنيو، الفطور نفر مقلقل، نفر كبدة، حصان 15. عندهم نفر حنيذ، ربع صحن، ذبيحة، طبعا في عندهم دجاج. طريقة عمل الكبدة، أعطيني 1 حمضيات زيادة. والله أنا مصدوم يا جماعة، مصدوم، شغل ترتيب شيء يا جماعة. الخبز، الكبدة، الشوربة، الحمضيات. الحين جاء وقت التقييم. إذا شفتوني أخذت 2 حمضيات اعرفوا أني في قمة الجوع. بسم الله. واو يا جماعة، الكبدة طازجة ولذيذة مع الفلفل الرومي والبصل، مقمرة كذا تقميرة. I love it، عجبني. جاء وقت المرقة. المرقة لها طقوس، للأمانة أنا ماني حق مرقة، لكن لازم نجرب. جميلة، مع إني ماني حق مرقة لكن جميلة. لازم تأخذ لك كذا بصل مع طماطم مع فلفل رومي عشان تذوق الطعم الصحيح. والله يستاهل الزيارة للأمانة، ما توقعته كذا. مصدوم يا جماعة، مصدوم. على الشغل هذا ذوات المياه متعوب عليه، الله كأنك في مطار. صراحة فطور يستاهل الزيارة، المكان راقي نظيف، ديكور ما شاء الله يفتح النفس، يعني مهتمين في كل شيء. الطعم جميل. طبعا مندي الجوفاء موقعه طريق المعارض، بعد شاورما 90، بعد فروج السنابل. الحنيذ يبدأ عندهم من 10:30 صباحا حتى 11 في الليل، حنيذ موجود على طول. وفي برضو اللي يبغى دجاج يجرب الدجاج، عندهم دجاج مندي. لا تنسونا من السبسكرايب واللايك، الله يعطيكم العافية. لكل جديد في محاي العسير تابعوا حساباتنا تحت، سناب شات، تيك توك، تويتر، بحطها لكم أسفل. تابعوني، الله يعطيكم العافية.